إذا مشاهدينا متابعينا جماهيرنا الكرام، بانتظار أولى انطلاقاتنا الصباحية لهذا اليوم لسن الحقائق، والمسافة هي 3 كيلومترات. كما نشكر السيد جهز بن عبد الرحمن المطيري على دعمه الغير مستغرب لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، تبرعة مقدمة وهي عبارة عن سيف مقدم لصاحبة المركز الأول، فله منا جزيل الشكر والعرفان للسيد جهز بن عبد الرحمن المطيري. فشكرا يا أبا عبد الرحمن على هذا الدعم الغير مستغرب لهذه الرياضة. إذا مشاهدينا متابعينا جماهيرنا الكرام، نرحب بكم في كل مكان مع انطلاقة الشوط الرئيسي، شوط السيف للابكار الحقائق، والمسافة هي 3 كيلومترات. وننطلق بانطلاقة الأسماء المتواجدة والشعارات العملاقة والمتناثرة لأرضية هذا الميدان، ميدان التحدي بالإحناكية. ونذهب مع صدارة الشوط، مع مقدمة الشوط، مع جبار رشيد بن مرشود الحربي في صدارة الشوط. وثاني المراكز أرى عبد الله بن جبر الجهني مع الصايلة عبد الله بن جبر الجهني تسللت إلى مقدمة الشوط. بينما ثالث المراكز أرى محبوب عبد المجيد بن جزل الجهني. ورابع المراكز أرى جود لسيد بركة بن مبروك الجهني. وخامس المراكز أرى في خامس المراكز اللي هي حفلة خليف بن الرشيد الحربي. نداؤنا الأول للخمسة عمالقة، للخمسة نجوم، للفايف ستار. ولكن خلوني مع البيج ستار، مع نجمة النجوم، مع النجمة الكبرى، مع جود بركة بن مبروك الجهني في صدارة الشوط. بينما ثاني المراكز أرى التسلل من الصايلة، يرى في التسلل من الصايلة في ثاني المراكز. وأيضا الدخول من الجانب الآخر من حفلة خليف بن الرشيد الحربي. ورابع المراكز أرى في رابع المراكز أرى جمعة السوداني في رابع المراكز. وخامس المراكز أرى في خامس المراكز محمد ملح اللي هو علي محمد بن ملح الحربي. ولكن نعود مع جود لسيد بركة بن مبروك الجهني في صدارة الشوط وفي المقدمة. بينما ثاني المراكز أرى حربة محمد بن ملح الحربي. وثالث المراكز أرى الصايلة جمع السوداني. ورابع المراكز أرى محبوبة لسيد جبر الجهني. وخامس المراكز أرى حفلة صالح بن الرشيد الحربي. ولكن نعود مع جود وعرض جود وصدارة جود وتسلل جود. تبي السيف جود تسللت. الله جود بركة بن مبروك الجهني في صدارة الشوط. والكيلو الأخير، كيلو الصراع، كيلو النزاع، كيلو التحدي، كيلو السيف، كيلو ما بعده كيلو إلا السيف إلا الناموس. وجود طارت جود لسيد بركة بن مبروك الجهني. بينما ثاني المراكز أرى الملاحقة والمطاردة من أرى الصايلة جمع السوداني في ثاني المراكز. ولكن وبقية المراكز تبتعد عن عربة النقل. ولكن نعود مع جود وعرض جود لسيد بركة بن مبروك الجهني في صدارة الشوط. وثاني المراكز أرى الصايلة جمع السوداني في ثاني المراكز. الله اشتد الصراع والنزاع مع جود ومع الصايلة. جود والصايلة في صدارة الشوط، لكن الصايلة مع جمع السوداني في صدارة الشوط. وفي المقدمة وثاني المراكز أرى جود لسيد بركة بن مبروك الجهني. لكن الله
حصلت جود أخرى مع بركة من مبروك الجهني في ثالث المراكز، لكن الصايلة وجود الناس السيف وين مع الصايلة مع جود ولا الصايلة يا باي، لكن يبدو بأن جود طارت بالسيف تعانينا والناموس لسيد بركة بن مبروك الجهني، بينما ثاني المراكز يرى الصايلة جمعة السوداني.